تحياتي. لقيت صدفه مع الصديق ديالي طارق البخاري، وبطبيعه الحال كل شيء ما تسولوش على الموضوع اللي حديث الساعه، الخلاف اللي كيكون الخلاف بين قوسين بينه وبين محمد الجمل وممثل القادر ايضا، واللي كل واحد اولها كل واحد عطى قصه علاش كانوا بغا يتسامحوا ولكن ما كانش التسامح. اذا شنو المشكل في هذا الاطار؟ وراه ما كاين لا خلاف لا مشكل في حسن. هو القضيه اللي كاينه داك السيد بحال الاب ديالي ماشي عيب نمشي نتصالح معاه، واخا يكون مشى على الفنان من غير الفن من غير كل شيء من غير صح غير كلشي لا شوف من باب الانسانيه من باب احترام ديال الراجل اللي كبر منك من باب احترام الناس اللي سبقوك كتمشي كتسامح معاه واخا يكون هو اللي ظالم كاع كنقول له الله يسامح باش ما يبقاش شاد. سمعنا 81 مليون 81 مليون راه شريت الدار وشريت الطوموبيل. شوف اللي مخرج هذا سميتو الاشاعه خصو يوجد الادله ديالو قدام القضاء، لان الملف ديجا عند السي عمر غفران باش نعرفوا شكون هاد الباسله ولا هاد الحامض، لان ديجا كتقول باع الطوموبيل هو راه ديجا عمرو ما كانت عنده الطوموبيل، عمرو ما كان عنده بيرمي، عمرو ما صاك لان عنده فوبيا السياره. ثاني حاجه كتقول كاع اسناو معاك واش انايا منتج واش انايا مخرج باش نسلك كونطرا مع عباد الله. ثالثا واش هاد الدعوه اللي دارت هذه سنين وما مشى قال الله اللهم انا هذا منكر قال له 81 مليون قال له بسم الله هاك ما دوا عليها ما قال الحشومه ما والو. انا نعرفوا اسباب الخلاف. لا لقيت واحد دير بحال شي فؤاد المهندس خارج بالصباح في تيك توك بعقل وهذاك حتى هو راه غادي نرفقوا الاسم ديالو في الملف باش يتستدعى باش يجيب البراهين ديالو الحجاج ديال 81 مليون وغنطالب دابا ب 81 مليون ديال اذا ما كاينش شي مشكل بينكم وبين لا الحاج كيبقى صديق ديالنا وحبيبنا وخونا، وتا هو ما عجبوش الحال على التسريب ديال الفيديو الاول ديجا ما عجبوش الحال وضحكنا في 81 مليون. وحتى السي حاجب تا هو اتصل بيا قال لي شوف راه غادي يعني غنتلاقاو نفطروا مجموعين ما نفطر مع ما نفطر تيجيب لي قماله 81 مليون عاد نفطروا مجموعين. الله يهديك. وكنتمناو ان الخلاف يزول وتبقى دائما العلاقات علاقات ود، لان الدنيا عابره. علاقات الحمد لله مزيانه مع السي جاب فنان قادر ويستحق التقدير. خصو يكمل لي 81 مليون السي حسن ضروري. راه كانت ناقصه واحد 10000 خصو يجيبها لي. ما كاين بس 10000 قليله. اذا كنعرفوا قلبك كبير. شكرا طارق البخاري ونتمنى نتلاقاو فرصه قادمه. تحياتي. شكرا.